علشان نفهم تفاصيل قصتنا الغريبة لازم نروح ولاية تكساس سنة 2018 لما واحدة من أفراد الشرطة اسمها أمبر اتصلت بالشرطة بتبلغهم إنها دخلت بيت جارها بالغلط وعملت كارثة. Yes, 911, this is Carla. Where's your emergency? I'm an off-duty officer. I thought it was in my apartment. I had a guy thinking it was my apartment. Someone? Yes, I thought it was my apartment. Okay, we have help on the way. I know, but I'm gonna lose my job. I could have sworn I parked on the third floor. Hey bud, they're coming, bud. I'm sorry, man. Oh my god, I'm done. Me too. الشرطة وصلت بعد المكالمة بدقايق لمكان البلاغ ولقوا أمبر مستنياهم برا البيت والضحية جون على الأرض مصاب وفي حالة حرجة جدا. Okay, go ahead and talk. No, it's me. I'm off duty. I thought they were in my apartment. I thought this was my floor. You know? حاولوا يعملوا له إسعافات أولية واتنقل المستشفى، لكن للأسف أعلنت وفاته بعدها بساعتين بس متأثر بإصابته. جارها ده اسمه جون، شاب عنده 26 سنة، محاسب في شركة عالمية وطالب في الدراسات العليا، وهو اللي ساكن في الشقة اللي دخلتها أمبر بالغلط وهو قاعد بياكل ويتفرج على فيلم وهي ماسكة السلاح، وما ادتلوش فرصة يقول لها ان ده بيته، وده طلقة في الاول ما صابتوش وجت في الحيطة وراه، فضربوا طلقة تانية بعدها على طول اصابته. القضية لحد هنا تبان انها واضحة، بس لما ندخل في التفاصيل اللي اتكشفت في التحقيقات القضية دي هتبقى اغرب واغرب. اول حاجة مش معتادة في نوع الجرائم المشابهة ان أمبر اطلق سراحها بعد التحقيق بدون توجيه اي تهم في نفس اليوم، بس بعد كده بأيام لما تحولت لقضية رأي عام لدخول العنصرية فيها اتقبض عليها بتهمة القتل، بس خرجت بعدها بساعة واحدة بس بكفالة $300,000 اللي دفعها لها جهاز الشرطة. وحاجة غريبة هنلاحظها ان أمبر وهي بتبلغ الشرطة ساعة الحادثة كان كل كلامها عن نفسها، زي مثلا لما قالت انا هخسر وظيفتي، ومش مهتمة تماما بان في واحد بينزف قدامها في حالة حرجة جدا. واكتشفوا كمان في التحقيقات ان علبة الاسعافات بتاعتها ما اتفتحتش وما حاولتش حتى انها تديله المصل اللي بيوقف النزيف في الحالات الحرجة. To control traumatic bleeding. It never crossed my mind. It didn't even cross your mind. No, sir. Even though he's bleeding in front of you. No. And this is inches from you. It did not cross my It mind. never crossed your mind to use this. No, sir. المفاجأة كمان ان الكاميرات بينت انها في الوقت الحرج جدا ده كانت سايباه بينزف جوه البيت، وهي كانت بتكلم الشرطة من بره البيت وهي خايفة على مستقبلها اللي باظ زي ما سمعنا في مكالمة البلاغ. وطبعا زمايلها لما وصلوا حاولوا يعملوا له الاسعافات، لكن للأسف كانوا خسروا وقت حرج جدا وجون كان خسر دم اكتر. تاني حاجة اتكشفت في التحقيقات ان أمبر على علاقة بالقائد السابق بتاعها، وكانت بتكلمه لمدة 16 دقيقة وهي راجعة البيت. ظهر بعد كده انها كانت مكالمة غير لائقة بيتفقوا فيها على مقابلة في نفس اليوم، والمكالمة دي هي اللي كانت مشتتة انتباهها تماما، وده اللي خلاها ما تاخدش بالها من الاختلافات الواضحة بين الدور الثالث اللي هي ساكنة فيه والدور الرابع اللي جون ساكن فيه. وعدت قدام 16 باب بيت مكتوب عليهم الرقم 4 مش 3، ووصلت قدام باب بيت جون اللي قدامه سجادة صغيرة مميزة جدا مش موجودة قدام باب بيتها، ودخلت على واحد مسالم قاعد بياكل في بيته وأنهت حياته من غير ما تديله فرصة يتكلم ولا كلمة. وبعد كده ركزت في التفاصيل واكتشفت انها غلطت في الدور، وطبعا ظهرت أمبر في محاكمتها منهارة، بس ناس كتير قالوا ان ادائها مصطنع جدا لكسب مشاعر الناس. المحكمة اتفقت قبل الحكم على ان أمبر كان قدامها حلول تانية كتير غير اللي عكس تدريبها اصلا، انها تتراجع وتطلب الدعم في الحالات المشابهة. وكمان لما اتسألت أمبر في المحكمة زي ما هنشوف دلوقتي هل هي ضربت عليه بقصد قتله، أكدت وقالت إنها ضربت وهي قصدها تقتله. When you pulled that trigger, you intended to Mr. John. He was the threat. Yes, sir. Will you answer my question? When you aimed and pulled the trigger at Mr. John, you intended to Mr. John. I did.
ناقص بس نعرف الحكم عليها اللي أثار الجدل بالنسبة لحجم وتفاصيل الجريمة. أمبر اتحكم عليها ب10 سنين سجن بس، وكمان إمكانية إعادة النظر في حالة حسن السلوك بعد 5 سنين، يعني سنة 2024. يعني أمبر هتقعد في السجن 5 سنين بس. وبالرغم من انهيار أم جون وأبوه في المحاكمة، هنشوف لقطة غريبة جدا لأخوه الصغير اللي عنده 18 سنة اللي طلب بعد الحكم إنه يحضن أمبر وقال لها إنه مسامحها، وبرر تصرفه ده بإنه هو قال إنه عارف إن لو جون كان عايش كان هيتصرف بالشكل ده. وانت كمان ما تنساش تقول لنا رأيك في القضية دي في الكومنتات، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.